السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا ولاد الأصول؟ تعالوا بقى كده ايه، عملت لكم كده حاجة حلوة ومن غير أي افتكاسات. هنصلي على الحبيب ونشوف عملنا الكريب الحلو ده بأبسط طريقة وأبسط تكاليف. تعالوا بقى كده شوفوا عملناه ازاي. جميل بجد، ولا مجهود ولا تكليف. تعالي بقى ايه، جبنا كده شفشة الخلاط وحطينا ايه، هنحط كوبايتين دقيق على كوبايتين مية، ولا لبن ولا بيض ولا اي افتكاسات. طريقة سهلة وبسيطة وحاجة حلوة تفرحي بيها ولادك، ورمضان دخل علينا. بسم الله ما شاء الله، حاجة بجد جميلة جدا. حطيت هنا كوبايتين دقيق وهنا ذرة فانيليا بس، مش كتير، يعني ممكن الباكو ده اعمله على 3 مرات. خدت ذرة فانيليا بسيطة. لا حول ولا قوة الا بالله. وهنا ايه، معلقة سكر ممسوحة، وهنحط واحدة كمان. معلقتين سكر ممسوحين. يبقى انا حطيت كوبايتين دقيق وذرة ملح، هحط ذرة ملح وذرة فانيليا ومعلقتين سكر ممسوحين. وهنزل بقى عليهم بكوبايتين مية نفس كوباية الدقيق. ادي كوباية وادي الكوباية التانية. بس كده، مش هحط اي حاجة. ايه ده يا بنت الاصول، مش هتحطي ولا بيض ولا لبن ولا زيت ولا اي حاجة؟ هنضربهم بقى ضربة حلوة كده في الخلاط. هنا خلاص كده ضربتهم كام ضربة. تعملوهم في الكبة في الخلاط. بص الخليط ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. بجد جميل جدا وسهل. بصي، ولا فيه بقى تكتلات ولا اي حاجة. هو ده مقادير الكريب المظبوط. بس ما شاء الله، القوام بتاعه جميل جدا مظبوط، ما فيهوش تكتلات ولا اي حاجة. شايفة القوام؟ طريقة بسيطة وسهلة، وان شاء الله تجربيها وتعجبك. هسيبه بقى كده يرتاح شوية لحد بقى ما اشوف ايه اي حشوة تحطيها. انا كان عندي صباعين ايه موز كده، هحشيهم بيه. هنا جبت الطاسة كده وجبت منديل فيه نقطتين زيت، ورحت مسحة الطاسة بتاعت جدتي دي ايه مسحة حلوة. فطاسة جدتي محدش يتريق عليها يا جماعة. هنا بقى رحت نازلة كده بالكريب. بص ما شاء الله، يا دوب عمل ساب كده من الطاسة كده، ورحت قلباه مفيش ولا الهوا، وبياخدش وقت خالص. ادي واحدة تانية اهي. اول ما تحس كده ان هو خلاص كده استوى كده من الجناب وساب كده من الطاسة، تروحي قلبها على طول. اهو خلاص كده، مفيش 10 دقايق. بص ما شاء الله عامل ازاي. الكوبايتين دقيق عملوا معايا حوالي 5 كريبات. كوبايتين دقيق عملوا معايا 5 كريبات. كان عندي بقى كده صباعين موز كده مستويين اهم. مش طبعا مش بايظين، لا هم مستويين. فانا كده قطيه على معلقتين سمنه بلدي كده، يا سلام، وذره قرفه. بجد حاجه حلوه وبسيطه. هنا بقى جبت طاسه، هحط فيها معلقتين سمنه كده او معلقه كبيره سمنه بلدي او زبده. يا سلام على الريحه يا ولاد الاصول، بجد رهيبه.
ريحة السمنة يا سلام. اول ما السمنة كده تسيح معايا هروح نازلة بالموز. ما شاء الله. على فكرة انا حطيت على الموز معلقة سكر. عايزة تحطي عسل ابيض تمام مفيش مشكلة، حطي عسل ابيض. انا حطيت معلقة سكر. خلاص كده السمنة ساحت، وهو معلقة السكر حطيتها على الموز. وايه بقى، وانزلي بقى على السمنة بقى ولا الزبدة بالموز على معلقة السكر. يا نهار ابيض، مش قادرة اقول لكم الريحة عاملة ازاي بجد. قلبي بقى، خلي الموز يشرب من السمنة البلدي كده. يا سلام يا سلام. بص بقى تشرب من السمنة، ومعلقة السكر كده ساحت فيه. بس كده حلو قوي. هطفي بقى عليه لان خلاص الموز اتشرب من السمنة كويس. هنا بقى جبت بقى الكريب بتاعي ولفيته كده رول. بس طبعا انا مش عارفة ان انا بصور بالتليفون فماسكاه، بصور بيه فمش عارفة اتحكم. هنا بقى جبت الطاسة وحطيت فيها شوية سمنة بلدي، ورحت بقى حاطة الكريب ياخد لون. بصوا الجمال، بصوا يا ولاد الاصول إيه الجمال. بجد جميل وطعمه حلو قوي وبسيط، ولا وقت بقى ولا مجهود ولا الكلام ده، وبأسهل طريقة زي ما شفتيلي كده. هنا بقى رشة قرفة كده عليه كده وهو سخن. ياه، يا ولاد الأصول، عيشوا بقى، عيشوا بقى أحلى تحلية في رمضان هتعمليها من غير أي افتكاسات. وما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة علشان تنوري القناة يا ست الكل. مع الف سلامة، وإن شاء الله أشوفك في فيديو جديد.